الحق يا جدع، عمولات وسمسرة وفرض وكيل بعينه. ايه الحكاية؟ تعالى اقول لك. صباح الخير عليكم. هذا في الفترة الأخيرة وتقريبا آخر 3 4 أيام بعد مداخلة وكيل اللاعب يحيى عطية الله، واللي أثارت جدل كبير، واللي اتاخدت واتزيفت، وبدأت الصفحات وبدأ أطفال الإنترنت تاخد كوبي وبيست وتنزل ويقول لك عمولات وسمسرة وفساد بالنادي الأهلي، وتحديدا في لجنة التخطيط، علشان النادي الأهلي عنده استقرار، عشان النادي الأهلي ناجح بيجي قبل كل نهاية موسم يحصل القصة دي. فين الصفقات؟ وفشلة، مبيعرفوش يعملوا تعاقدات، وجايبين مش عارف مين وجايبين مين، مع إن كل الصفقات ما بتتمش إلا بالرجوع للمدرب. وهو المدرب قبل كده قال إن هو بيحدد الصفقات اللي هو عايزها واحد اتنين تلاتة، وبيقعد مع مجلس الإدارة وبيقعد مع لجنة التعاقدات، والناس بتشتغل، وبعد كده يتعاقدوا مع الصفقة اللي تم تحديدها. طبعا بجانب إن في سقف للتعاقدات اللي بدأ بعض العيال بتوع الإنترنت يقول لك بيبو فك الحديدة، أصل بيبو ده بخيل. سر نجاح النادي الأهلي إن هو عنده رولز ماشي عليها. أي حد هيجي يمسك الأهلي هيمشي بالرولز دي، مش هيغير الرولز دي. تاني حاجة، توفير العملة برضو ليه عامل أساسي في نجاح كل صفقة. تالت حاجة، الوكلاء اللي بيخشوا في الصفقات عشان يبوظوها على الأهلي من أي نادي تاني، وبالذات من النوادي المنافسة. ارجع للبوستات بتاعتي، وأنا حذرت قبل كده العيال بتوع الإنترنت، وحذرت جماهير الأهلي من العيال ديت اللي قاعدة بتنقل منهم هي كمان، وهي مش فاهمة حاجة وما تدورش على الحقيقة، وقاعدة بتنقل وخلاص. الموضوع وصل لصفحات كبيرة للنادي الأهلي، نقلت موضوع الفساد، ونقلت موضوع الوكيل اللي بيتم تحديده رجوعا إلى المداخلة بتاعت وكيل اللاعب يحيى عطية الله. وكيل اللاعب ما قالش الكلام دوت، والناس دي بتجيب أخبارها يا من صحفيين معدوم الضمير، يا إما بيبقى عندهم معلومة إن في صفقة الأهلي بيعملها، ولو على الخط ناس داخلة في أي حاجة، فبيقول لك إحنا هنعمل هاشتاج علشان نهاجم الإدارة علشان تسمع طلباتنا، ويعمل لك هاشتاج الصفقات يا خطيب، وهم عارفين إن الصفقات جاية، وهم عارفين إن الأهلي خلاص بيخلص في كام لعيب، فيجي عامل لك البوليكا بتاعته ده عشان يزود متابعين، يزود ترند. كل موضوع الفكسانة ديت كلها معروف، كل الحاجات ديت بتأثر في النادي الأهلي. فأنت كجمهور نادي أهلي ملكش إلا الإعلام الأهلاوي، ملكش إلا الأخبار اللي بتطلع من داخل النادي. عندك صفحة النادي الأهلي هي دي اللي تثق فيها، ما تثقش في حد، ما تثقش لا في صحفي ولا تثق في أي حد تاني. ما تفتكرش إن الصحفي دوت راجل جهنمي. أنا هوريك، كنت بتكلم مع واحد صحفي في جريدة الميدان، مش هقول اسمه احتراما للصحافة، بس هوريك المحادثة اللي ما بينه وما بينه. الراجل كان منزل بوست على صفحته بيتكلم عن المترجم بتاع مستر كولر والتسريبات اللي نزلها مع اللي بيقولوا عليها تسريبات، وكاتب في الآخر كده كلمتين على لجنة التعاقدات. شوف كده، ده البوست، ودول الكلمتين اللي كتبهم على لجنة التعاقدات. فأنا عملت إن أنا مش فاهم الموضوع ومش فاهم القصة، وهو بصفته كراجل صحفي هيفهمني. فدخلت قلت له زي ما أنت شايف كده، وده كان الرد بتاعه. فأنا اسكت له؟ لا طبعا ما سكتلوش، لأن عايزه يطلع اللي عنده، لأن أنا عارف الأخبار اللي بينشرها دي عايز يوصل لإيه تحديدا. فكان رده إن في عمولات وفي وكلاء بيتم تحديدهم بعينهم. طبعا عشان انا عارف القصه، فقلت له لو انت بتتكلم عن المداخله، الراجل ما قالش كده، والراجل قال الاهلي عنده اوبشن تاني، وفي كذا وكيل دخل في الصفقه واللاعب رفضهم جميعا لان انا الوكيل بتاعه. الراجل ما جابش لا سيره وكيل بعينه، ولا جاب سيره اتفرض عليه وكيل، ولا اتفرض على اللاعب وكيل، ولا قال في سمسره، ولا قال في عمولات، ولا قال في حاجه. موضوع الصفقه، لو انزل البوستات بتاعتي هتلاقيني الأهلي شغال ببص العصفورة، بيوديك في حتة وهو شغال في حاجة تانية خالص. إن هو وداك إن أنت قلت فساد، وإن أنت قلت عمولات، وإن أنت قلت وكيل بعينه، وإن أنت قلت زي ما تقول. الغريب والعجيب إن الناس الأهلوية بيقول لك لازم ترد على الناس دي. أنا بقول له من إمتى الأهلي بيرد على حاجات دي أصلا؟ حتى لو كانت هي حقيقية، ما بالك بقى اصلا باشاعه؟ يعني هم اخدوا مداخله للراجل وكيل اللاعب يحيى عطيه الله،
وزيفوها وحرفوها ونزلوها، واطفال الانترنت ما يتوصلوش. وانا وريتك راجل صحفي ورئيس قسم الرياضة في انا وريتك اصلا العقلية عاملة ازاي، يعني ما بالك ده راجل صحفي، ما بالك بقى الجمهور اللي قاعد ايه بيشوف معلومة من هنا على معلومة من هنا وعمل له صفحة. المهم كل ده لا يعنيني. الأهلي عشان عارف إن هو مخلص مع اللاعب يحيى عطية الله قبل إعلان الصفقة الرسمي، إن أنا ما بتكلمش في أي حاجة لما تكون رسمية وطلعت على صفحة النادي الأهلي قبليها ب3 ساعات بالظبط. يعني شوف أنا منزل ده إمتى، وشوف النادي الأهلي منزل أول إعلان لصفقة يحيى عطية الله إمتى. وأول لما اتسرب إن اللاعب قاعد في أحد الفنادق وبيمضي للأهلي، وأصلا كان الأهلي ماضي معاه وهو ما كانش في أحد الفنادق ولا حاجة، ده كان بيصور الإعلان بتاع الصفقة في النادي. مرضتش أتكلم في الموضوع دوت، وكتبت بوست عن الناس اللي هي اتسرب لها إن هو قاعد في الفندق وهيمضي للنادي الأهلي، أو بيمضي للنادي الأهلي، أو بيعمل الكشف الطبي للنادي الأهلي النهاردة. قلت إن هم الناس ديت امبارح كانت كاتبة عن العمولات والسمسرة والوكيل بعينه اللي اتفرض وعن فشل الصفقة. هم نفسهم اللي كتبوا النهاردة إن اللاعب في أحد الفنادق وبيتم الاتفاق معاه، مع إنه اللاعب كان بيصور أصلا الإعلان الرسمي عن الصفقة. حاجة يعني إيه فانتاستيك. أنا عايز أحذر جمهور الأهلي العظيم، خلي بالك من العيال بتوع الإنترنت. العيال بتوع الإنترنت بتوع الأخبار المضروبة اللي قاعدين بينقلوا من بعض كوبي وبيست، وهم مش فاهمين إن في حرب بتحصل على النادي الأهلي مش من النهاردة، ده من زمان بسبب الاستقرار الإداري بتاعه. عايزين يفهموك إن في فرق ما بين مجلس الإدارة وإدارة من الإدارات اللي بتشتغل في النادي، مع إن كلها مرتبطة ببعض. أنت لو جيت تهد جزء في النادي الأهلي هتلاقي كله ورا بعض. حاجة تانية أقولها للعيال ديت 100 مرة، قلنا ورا صالح سليم إن الأهلي لا يضار من المدرجات. ما كانش فيه ساعتها سوشيال ميديا قوية زي دلوقتي، فدلوقتي إحنا بنقول الأهلي لا يضار من السوشيال ميديا. هو تكتب ونزل والصفقات مش الصفقات، والأهلي شغال بطريقة بص العصفورة كله في حتة تانية وهو شغال في حاجة تانية خالص، والموضوع فيه سرية محدش عارف حاجة. الناس راحت في اتجاه عمولات ووكلاء وقعدوا يجودوا 3 4 أيام ترندات وما ترنداتش ومش عارف ايه، واللاعب في القاهرة بيمضي للأهلي كان بيصور الإعلان في الوقت اللي الصفحات كلها قالت لك اللاعب قاعد في الفندق هيعمل الكشف الطبي وهيمضي للأهلي والدنيا حزازة، مع إنه هو قبلها بيوم كان قاعد يسب ويلعن لجنة التحفظات إن هي فشلت في الصفقة دي وإن هي بتحدد وكلاء بعينه. كل الكلام أصلا ما حصلش. ما تاخدش الأخبار إلا من صفحة النادي الأهلي، ما تاخدش الأخبار إلا من الجهات الرسمية. مفيش حاجة اسمها دي صفحة بتاعت جماهير النادي الأهلي وإحنا بنثق فيها، مش بنثق فيها. صفحات جماهير النادي الأهلي الكبيرة نفسها راحت مع بص العصفور وقعدت تجود هي كمان. يبقى كده اتكلم في عمولات ولا اتكلم في إن هم حددوا له وكيل بعينه، ولا قال لجنة تعاقدات بتسمسر. كل اللي قاله لهم اسمع كده بنفسك عشان تعرف انت بتنقل من مين وبتعمل ايه في النادي بتاعك. هرجع اكمل لحضراتكم القصه دي. نروح للاستاذ محسن المعادي وكيل يحيى عطيه الله. مساء الخير يا فندم. مساء النور يا اخوي، كيف الاخبار؟ اخبار حضرتك ايه؟ كله تمام؟ والله الحمد لله اخوي، كيف انت اخوي؟ تمام؟ الحمد لله يا فندم. موقف النادي الاهلي بخصوص مفاوضات مع يحيى. يعني كيف يعني غالي الامر؟ يعني الاهلي فيه مفاوضات مع يحيى انتهت مستمره. والله يا اخوي يعني مش مستمرا حاليا عشان ممكن الاهلي عندهم نظر اوبشن، عندهم يعني اوبشن ثاني. بس هذا هو يعني كان في مفاوضات وبعدين النادي الاهلي يتوقف المفاوضات وعادي يا اخوي خلاص. يعني على حسب هو ان شاء حضرتك الله. السؤال المفاوضات مع الاهلي يعني وقفت ليه؟ المدير الفني عايزه، الارقام زي ما حضرتك بتقول طبيعيه، يعني احنا سمعنا 200,000 دولار في الاعاره، 800,000 دولار في البيع، ارقام عاديه لاي لاعب. ايه اللي وقف المفاوضات؟ اوه والله هذا نوخوي عشان هو الموضوع كان يعني في الاول يعني كانوا وكلاء اخرين في الصفقه، اه وبعدين لما اللاعب رفض يروح مع وكلاء اخرين عشان انا يعني ام ذا مانجر يعني ام الايجنت تبع اللاعب، وبعدين يعني ممكن الناس ما حبوش الامر وخلاص يعني ممكن شافوا اوبشن اخرى.
هذه عادي في الكوره تجينا. اشوفكم الفيديو اللي جاي.